قبل أسبوع كان هذا الاجتماع الوزاري لحكومة أحمد معيتيق، لكن الرجل لم يعد رئيسا للوزراء بقرار من المحكمة الليبية العليا، أو بالأحرى لم يكن كذلك منذ انتخابه مطلع الشهر الماضي من قبل المؤتمر الوطني العام في ليبيا. حكمت المحكمة بدوائرها مجتمعة بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام. المحكمة إذن حسمت أي الرأسين سيبقى في الحكومة الليبية، لتنهي بذلك الجدل القائم حول شخصية رئيس الوزراء الليبي ولو إلى حين. فقبل القرار الأخير انقسم الساسة إلى فريقين مؤيد ومعارض لشرعية انتخاب معيتيق رئيسا جديدا للوزراء، واستمر الحال كذلك بتنازع شرعية السلطة بين حكومتين، إحداهما قديمة بقيادة عبد الله الثني وأخرى جديدة بقيادة معيتيق، لتلجأ حكومة الثني بعدها إلى القضاء الليبي لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة للحكومة الجديدة. يوم الاثنين القادم ستكون هناك المسألة القانونية قد انتهت. واليوم بعد صدور القرار القضائي يعلن رئيس الوزراء الجديد قبوله بحكم عدم دستورية اختياره رئيسا للحكومة. أنني أحترم القضاء وأمتثل لحكمه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء. موقف ينسجم مع إعلان المؤتمر الوطني امتثاله لقرار المحكمة العليا قبل فصل المحكمة الإدارية في المسألة بقرار نهائي. أما الجهة التي أعلنت عن احترام القرار فهي النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، وهي شخصية مهمة في إنهاء أزمة الحكومة الليبية، لا سيما أن صالح المخزوم هو الذي أعلن في جلسة البرلمان أن معيتيق أصبح رسميا رئيس الوزراء الجديد، غير أن النائب الأول لرئيس البرلمان عز الدين العوامي قد أعلن بعدها بساعات بطلان التصويت على شخصية رئيس الوزراء. وأبلغ عبد الله الثني بمواصلة العمل في موقع رئاسة الحكومة الليبية، وهو الذي كان قد استقال قبل 3 أسابيع من تاريخ بداية الجدل حول شرعية انتخاب رجل الأعمال أحمد معيتيق والمحسوب على الإخوان المسلمين. والجدل الذي أثير حينها مرده خلاف بشأن حصول الرجل على الأغلبية اللازمة من أصوات البرلمان، وهي 120 صوتا وفقا لقانون انتخاب رئيس جديد للوزراء، في ظل حالة من الفوضى سادت جلسات المؤتمر الوطني العام. لكن المسألة تتجاوز مجرد التصويت وحساب الأصوات المؤيدة، فقد أفرزت العملية السياسية الناشئة في ليبيا استقطابا إسلاميا علمانيا تجلت مظاهره أيضا في الشارع الليبي بفوضى الجماعات المسلحة، بيد أن هناك طرفا ثالثا في ليبيا هو اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومؤيدوه لا يعترف بالحكومة والمسار السياسي معا، بحجة تسامح السلطات مع وجود جماعات مسلحة متطرفة في بنغازي وغيرها من المدن الليبية. وتلك أزمة أخرى تعيشها البلاد منذ أسابيع تزيد من تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.